لو انت وصاحبك ما بتعملوش الحركه دي فانتوا فايتكوا كتير قوي. الحركه الجامده اللي هقول لكم عليها دي اللي هيعرفها هم الصحاب اللي بجد وبس. انا وصاحبي بينا كوميونيكيشن كده بيشتغل لما يبقى واقف معانا واحد تالت، بيكون هو مثلا عمل حاجه او قال حاجه وهو واقف واحنا عايزين نترنج عليه بس من غير ما نقول له لا يزعل، فنبص ونغمز لبعض بطريقه معينه كده انا وهو متفقين عليها، فنقعد نضحك وهو يا عيني يقف محتار يا ترى احنا بنضحك على ايه. فبقول لك ايه، انت كده عندك صاحب عملت معاه الحركه دي، منشنه في الكومنتس او ابعت لي الفيديو ده وافتكروا سوا الموقف ده عملتوه في ايه ومع مين قبل كده. كلكم قولوا لبعض ان الحركه دي زباله ولا تصح ومن كبائر الذنوب. الحركة دي اسمها التناجي، والإسلام حرم التناجي لأن فيه كسر خاطر أخوك المسلم اللي أنت تناجيت عليه. كسر خاطر المسلم من كبائر الذنوب، وده بيبين لينا إن الإسلام دقيق جدا. الإسلام نهى عن أي حاجة ممكن تضايق مشاعر الإنسان، فالحمد لله على نعمة